اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفانتازي. النهاردة كلامنا هيكون عن الجولة 15. كلامنا بشكل عام هيكون عن خلاصة الجولة 15. هنتكلم اكتر عن النصايح لكن في شوية حاجات بسيطة. الحلقة دي ما فيهاش مونتاج كتير للأسف، علشان بس هنستنى لسه الحلقة اللي جاية اللي هنقدم فيها فريق النهائي والنصايح النهائية بعد ماتشات دوري ابطال اوروبا اللي هتحسم حاجات كتيرة جدا نكون متأكدين عنها. في نفس الوقت مش هبطل انزل حلقات. اللي فكرت فيه لقيت احسن ان انا نتكلم في الحلقه بتاعت النهارده عن خلاصه الجوله 15. ولكن قبل ما نتكلم في الحلقه النهارده حابين نبارك لاخواتنا في سوريا، ودايما الحريه موجوده وان شاء الله نحصلهم بفلسطين كمان. الف مبروك وان شاء الله ربنا يحرسهم ويحميهم، وان شاء الله زي ما حماهم في سوريا يحميهم في فلسطين، والنصر عن قريب ان شاء الله، وربنا يرحم يحيى السنوار ومن خلفه من الشهداء ان شاء الله. فخلينا ندخل في الحلقه ونتكلم في تفاصيل الحلقه وكل حاجة بتخص الجولة 15. الجولة 15 بتبتدي معانا بخازوق مغري. أول خازوق معانا وهو تأجيل ديربي الجولة وهو ليفربول وإيفرتون علشان الطقس طبعا، وتأجل للجولة 24 25 26. هيبقى فيه دبل لذيذ لصلاح. فطبعا لو انت معاك لسه تريبل كابتن فانت من ضمن ناس كتيرة قوي محظوظة هتربل صلاح. وش ممكن يبقى عنده إيفرتون وولفرهامبتون ماتشات لقطه، او ايفرتون وليستر سيتي او حاجه من الحاجات دي. بجد 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 اللي معاه تريبل كابتن زيي هيبقى خيار تربله مناسب جدا جدا جدا، حتى لو مش هيعمل حاجه. هو كده كده تخيل مثلا جاب له جونين واسيست في ماتش وجونين واسيست في ماتش، هيعدي ال 100 نقطه مرتاح لو انت متربله، ولو مكابتنه اصلا هيعدي 60 نقطه. فانت ما بالك بقى هيبقى اللي مش متربله ساعتها هيكون عنده مشكله كبيره. قول لي تحت في الكومنتات لو انت فعلت التربله قبل كده ولا لا، وناوي على الخازوق ده وبتفكر له ازاي. قول لي تحت في الكومنتات. اول ماتش معانا في الجوله 15 كان بين ساوثهامبتون واستون فيلا. ما شفناش فيه اي حاجه. الماتش ده انا كنت متوقع ان استون فيلا بالميت واتكنز هيجيب جونين. اصلا واتكنز ما لعبش بشكل اساسي ونزل من على الدكه مكان دوران اللي جاب الجون. حاجه بعيده جدا طبعا عن الناس. روجرز خد انذار واكبر خازوق في الموسم. لوكاس ديني يوم لما يجيب الكلين شيت يكون على الدكه وينزل من على الدكه كمان. فحاجه بصراحه انا مش فاهمها. ماتش كله خوازيق والجوله اصلا كلها على بعض كلها خوازيق. فانا مش فاهم ازاي الجوله كلها اصلا مترتبه. يعني هو كلها خوازيق. حتى ساكا في ماتش يوم الاحد جاب جون وما اتحسبش، والناس كتير قوي معاهم ساكا وجابوا في اخر دقيقه واتحسبوا اوفسايد على شويه شعرات يعني. بس يلا الحمد لله. الماتش اللي بعده عندنا برينتفورد ونيوكاسل، خلص 4-2. اللي جاب الجون امبويمو ويسا وكولينز وشادي واسيست براين امبويمو. الراجل بركه، الراجل شاط شوطه واحده جابها جون اخر دقيقه في الماتش، عمل اسيست شكرا. بقاله 6-7 جولات خازوق موجوده عندي، بعته من جولتين. انا مش متضايق والله، كده كده كان وقته هيتباع. وعموما ده مش مبرر انك ترجع تشتري براين امبويمو تاني. انا شايف ان وقت براين امبويمو خلص، فخلاص هو مش موجود وما ينفعش. هو ما هاجمش غير هجمه واحده جابها جون واتكل على الله. هو الراجل بركه فعلا، هو اسمه الشيخ امبويمو. على الناحيه الثانيه عندك نيوكاسل اللي معاهم ايزاك روق عليهم، ونفس الوقت طبعا اللي لسه كان بيفكر في جوردن عمل شويه قلبان وشقلبه كده في الماتش، لكن برده مش سبب اساسي انك تروح تشتريه. الفكره كلها ان اللي معاهم امبويمو يصبروا عليه ولا لا. انا شايف ان لا برضه، يعني امبويمو ما قدمش اي اضافه بشكل كبير عن الماتش اللي فات. هي هجمه وشكرا، ودفاع نيوكاسل اصلا ملط، فعادي يعني مش حاجه مغريه انك تروح تشتري براين امبويمو بعد كل الحاجات دي. ويسا نفس الكلام جاب جون. هي طبعا فرقه فيها توفيق كبير قوي لويسا وامبويمو. الناس اللي مش معاهم اصلا الاثنين ما حسوش بفرق كبير، انما اللي لسه صابر عليهم. هي الفكره كلها في ان الجوله كلها مليانه خوازيق. فانت اللي بعتهم كزوقوك في ان هم جابوا نقط، واللي جبتهم خزوقوك في ان هم ما جابوش نقط. طيب الماتش اللي بعد كده كان بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي، ولسه مانشستر سيتي مستمره في تحقيق الارقام السلبيه. مفيش اي فوز طوال ال8 ماتشات، ما حققوش اي كلين شيت، كله يا اما تعادل يا اما خساره، يا اما تعادل يا اما خساره. وحاله غريبه ايرلينج هالاند ب 15 مليون يرجع للتهديف ويجيب جون. اول ما صلاح شم صداره الهدافين ايرلينج هالاند راح على طول وراح محصله وجاب التعادل. شكرا. دلوقتي هم بقوا في صداره الهدافين، مش عارفين هل دي ممكن تكون اومال هالاند. وانا ما لحقتش اتهنى ببيعته، انا ما لحقتش اتهنى، جبت مكانه جاكسون ولحد دلوقتي قاطع ميه ونور. ولا جاكسون بيعمل حاجه وقعد دكه في ماتش ونزل قدام توتنهام خازوق، وحاجه لا تطاق بصراحه. طيب اللي معاهم ريكو لويس طبعا يعني حاجه
الله اعلم، انا مش عارف بصراحه، هي جوله مش مفهومه، انا مش قادر افهم الجوله دي. الناحيه الثانيه اللي معاهم اصلا كريستال بالاس، لو كنت بتفكر انك تجيب ايزي ما عملش اي حاجه برضه. لو معاك اي حد منهم اللي ممكن يكون معاك من كريستال بالاس هو مونوز، واعتقد انك ما لعبتهوش برضه اساسي وده جاب جول. ما علينا، هي جوله مش مفهومه وكلها نصايح في حاجات عبيطه. اللي معاك من مانشستر سيتي، انا شايف ان انت لو عايز تجيب حد من مانشستر سيتي هو هالاند، شكرا. ولا حتى بقى ماتيس نونيس ولا التاني اللي هو سافيو ولا اي حد من الناس دي ولا دوكو ولا اي حاجه. يعني ممكن اللي بيحنكش شويه دوكو بينزل يحنكش له حنكشتين ويتكل على الله. فالفكره كلها ان لو حد معاك من السيتي عايز تصبر على هالاند مفيش مشكله براحتك، بس الفكره كلها ان انا مش شايف منهم اي حاجه. يعني انا شايف ان لو هالاند هيجيب جون بنفس 15 مليون ده ما يرضيش ربنا وده حرام، وهو خلاص كده اصلا الاونر شيب بتاعته قلت جدا، فمش هيبقى مؤذي قوي كتير زي الاول يعني بالنسبه لك. الماتش اللي بعد كده معانا بين نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد اللي خلص 3-2 لنوتنجهام فورست. وانا اللي ندمت والله العظيم 3. انا ندمت ان انا بعت الخشبه كريس وود. قعدت اقول لكم الجوله اللي فاتت اللي معاه كريس وود يخلي باله، ده تاني اعلى مهاجم بعد ايرلينج هالاند، بيجيب نقط حتى لو ماتشاته صعبه ممكن يجيب لك. وانا رحت زي العبيط، رحت داخل وراشق، وانا قلت بس انا هجيب ايفانيلسون هيلاعب ايبسيتش تاون، ماتشاته كلها سهله، الواد بيأدي، الواد لعب ماتش جامد قوي، ما عملش اي حاجه ما شاء الله. طيب كريس وود بعد ما جاب الجول في الدقيقه 54 جيبس وايت اللي نفس الكلام اللي معاهم ميلينكوفيتش طبعا فادهم جدا في الدفاع. طيب عندنا في مانشستر يونايتد مفيش اي خيارات بعيده قوي، احنا اتكلمنا على برونو فرنانديز وشكرا، غير كده مفيش. او اماد ديالو بس هو اللي عمل الاسيست لبرونو فرنانديز. الفكره كلها ان هما الاثنين دول اهم اثنين اصلا في مانشستر يونايتد، عكس نصير مزراوي بقى والناس دي كلها. نصير مزراوي اللي كان على الدكه لحد الدقيقه 66 ونزل من على الدكه، يعني بصراحه انا مش شايف اي حاجه لوجود نصير مزراوي بشكل اساسي في مانشستر يونايتد. زي ما قلنا هو طلع اتكتب دي الماتش اللي قبل اللي فات في الدقيقه 54 وما كملش، مع انهم خدوا الكلين شيت وطلع بنقطه ونزل مكانه لوك شو. الفكره كلها في ان انا شايف ومايل اكتر ناحيه ان نصير مزراوي هيبدا ان هو يقعد دكه للوك شو وهيبدا دالوت باك رايت. ده كل اللي انا شايفه وده كل اللي بيحصل على نصير مزراوي في ماتش نوتنجهام فورست. لو معاك كريس وود من نوتنجهام فورست خليه، ما تبيعهوش بصراحه، يعني هو خيار موجود واحسن من الباقيين كلهم، وعلى الاقل مضمون الاونر شيب بتاعته برده لسه مش عاليه، لسه موجود يقدر يعليك في الرانك. لكن اللي باعه خلاص يعني ما تروحش تجيبه الا كمان جوله مثلا ولا حاجه، او اول ما ماتشاته تبدا ترجع سهله تاني. هنخش على ماتشات يوم الاحد، وعندنا اول ماتش بين ارسنال وفولهام اللي بيتعادلوا فيه 1-1. سليبه اللي لسه معاه سليبه وحد من دفاع ارسنال، وطبعا زي ما احنا شفنا ان جبريل ما لعبش الماتش اللي فات وما كانش في التشكيله اصلا كلها ولا في القائمه بتاعه الماتش. فاللي معاهم جبريل انتوا، انا الجوله كلها خوازيق والجوله كلها باينه، فانا ما جاتش على جبريل يعني سليبه. وطبعا جنبه كان تيمبر وتوماس بارتي، والليله الكريمه دي كلها سليبه هو اللي جاب جون. طبعا عارفين ان اللي بيخلي ارسنال تكسب او تتعادل هم قلبين الدفاع المهمين. فانت لو معاك جبريل ما تبيعهوش، اعتقد ان هو الجوله الجايه هيلحقها بسهوله يعني، وهنشوف ايه اللي هيحصل برده في المؤتمر. فاتقل وما تروحش تجيبه يعني. الحمد لله انا الخازوق بتاعي انا لسه كنت على بعد ان انا ابيع مزراوي او اي حد من الدفاع واروح اجيب جبريل، الحمد لله ما جبتوش يعني، كان هيبقى خازوق من الاخر بقى. بس فولهام الناحيه الثانيه راؤول خيمينيز بيرجع تاني يهدف وبيكمل في سلسله التهديف المتقطع، يعني تلاقيه جون جول لا جون جول لا ومحدش واخد باله منه. راؤول خيمينيز هو بيجيب نقط في السر، يعني ماتش ماتش لا ماتش لا، او تلاقيه بيرزع كده حاجات غريبه. فاللي معاه راؤول خيمينيز وعلى فكره هيبقى تحت الرادار الفتره الجايه بشكل كبير جدا. ماتشات فولهام لسه فيها ماتشات سهله يقدر يجيبه، والخطوره كلها جايه منه. وبعده موجود سميث رو وابتدى ان هو يلعب بشكل اساسي كمان، حتى بعد ما مونيز نزل اساسي في الماتش اللي فات رجع واثبت نفسه راؤول خيمينيز وجاب جول وعمل كل حاجه في الماتش. فاعتقد ان هو هيفضل اساسي وهو المهاجم الاساسي لفولهام الفتره اللي جايه. الماتش اللي بعد كده بقى بسم الله ما شاء الله بورنموث وإبسيتش. الماتش ده خلص 2-1 لبورنموث، ما عنديش مشكله في ال2-1 والله. الفكره كلها في ان إبسيتش تاون لحد الدقيقه 85 كانت خارجه بكلين شيت 1-0، وبورجس اللي عندي كان خارج بكلين شيت ما شاء الله يعني. والله بص انا مش عارف يعني ازاي، انا مش عارف ازاي بصراحه. المهم ان في بورنموث انا معايا 2 سيمينيو وايفانيلسون، والاثنين دول دايما الخطوره جايه من عندهم. ولا جايب كلويفرت علشان الاداء بتاعته القليله وبيطلع بدري في اخر فتره ومتضايق جدا والعصبيه بنت عليه حتى في التبديله. فالفكره كلها ان اكيد هما الاثنين اللي هيجيبوا جوان او اسيستات اي حاجه. سيمينيو بيضيع فرص غريبه، ايفانيلسون بيضيع فرص غريبه.
فانا شايف انك لو معاك حد من الاثنين اصبر عليهم، لكن ما تروحش تجيبهم. ما تغلطش غلطتي، ايفانيلسون ما يتجابش ولا سيمينيو يتجاب ولا اي حد من دول. احسن منهم روح هات جواو بيدرو وقعده وشكرا، بس على الاقل ارخص من 6 مليون وتقدر تقعده دكه براحتك يعني. شفنا شويه خطوره لابسيتش تاون طبعا، وفي الدفاع كانوا متحسنين بشكل كبير جدا، مع ان هجوم بورنموث كان خطر، لكن لحد الدقيقه 85 كانوا خارجين بكلين شيت 1-0. فده يخلينا نفكر اكتر في ان مدافعين ابسيتش تاون ممكن نفكر فيهم الفتره اللي جايه، خصوصا مع تحسن الفريق بشكل بطيء لكنه بيتحسن. تقدر تفكر فيهم لان خياراتهم رخيصه جدا. عندك واحد زي ليف ديفيز ب4.5، ده جناح بيتقدم بشكل خطير جدا. واحد زي بورجس اللي عمل اسيست الماتش ده وكان اصلا ب3.9 وبقى ب4، وبيلعب بشكل اساسي بقاله 5-6 جولات، فبيقدم بشكل حلو جدا. والحمد لله عندي يعني انا ما اعرفش ده ازاي جاب لي نقط، والله مدافع غريب جدا والله. يعني انا جبت 50 نقطه لحد دلوقتي، منهم بورجس 4 نقط. انا مش قادر افهم ازاي 50 نقطه. انا باقي لي حوالي 3 لعيبه لسه ما لعبوش، فابيانسكي، اياد نوري وكونيا. ال 50 نقطه طبعا ده بسبب ايه؟ مش بسبب اي حاجه، هو كول بالمر جاب لي 36 نقطه والباقي كله وحايد. لويس هال 1، مزراوي 1، سيمينيو 2، ساكا 2، ايفانيلسون 2، جاكسون 2. ايفانيلسون ما عملش اي حاجه، خازوق. جاكسون ما فيش ما عملش اي، ما فيش حاجه في الماتش برده. ساكا جاب جون وما اتحسبش، كان سوء توفيق. سيمينيو نفس الكلام، ضيع كورتين بره. ففي حاله غريبه، وبدام الجوله كلها خوازيق فما فيش مشكله في الحاجات دي. باقي لي 3 لعيبه و50 نقطه، اعلى من الافريج ب7 نقط لحد دلوقتي. لسه باقي لي كونيا ويات نوري وفابيانسكي. الاثنين طبعا يعني الفرقتين هيلعبوا بعض النهارده يوم الاثنين الساعه 10 بالليل. الحلقه دي بتصور قبل الماتش وهتنزل برضه قبل الماتش. وعندي على الدكه واحد اسمه جونسون، عمل اسيست ب4 نقط قدام تشيلسي. انا مش فاهم ايه الفرق، بس الحمد لله ما بعدناش كتير يعني. جونسون 4 نقط مش بعيد قوي عن سيمينيو بنقطتين، يعني نقطتين مكسب دول يا عم حلال عليك، وانا انا راضي بيهم، مش فارق لي والله العظيم 3. فمش مشكله النقطتين بتوع فرق جونسون عن بقيه خط الدفاع بتاعهم. الماتش اللي بعد كده معانا برايتون وليستر سيتي، واللي انا متفاجئ منه اداء ليستر سيتي المتحسن بشكل كبير جدا. الماتش خلص 2-2. ليستر سيتي هجوميا نوعا ما كانوا خسرانين 2-0 لحد الدقيقه 85 في حاله ضغط شديده حصلت بعد الدقيقه 85. فاردي بيجيب جون في الدقيقه 86، وفي اخر دقيقه من الماتش ريد بيجيب جون. وطبعا حاجه انا مش قادر ان انا اتخيلها. ممكن نشوف نسخه جديده مرعبه من جيمي فاردي مع فان نيستلروي، هتبقى حاجه جميله جدا والله. وجيمي فاردي ابتدى اهو يعني يزق شويه، وممكن نشوف منه اداء بعد كده، لكن هيبقى الاهم من ليستر سيتي. غير كده ما اعتقدش ان احنا نفكر في حد ولا بونانوتي بقى وكده يعني. لسه هنشوف طبعا، هنحكم اكتر على فان نيستلروي مع ليستر سيتي. ما شفناش اداء اكتر من كده. اللي معاهم طبعا جواو بيدرو من برايتون، ميتوما من برايتون، اي حد من الليله الكريمه اللي في برايتون دي ما فيش خالص. اللي معاهم استوبينيان بس هو اللي عمل اسيست، غير كده ما فيش اي حاجه غريبه حصلت في الماتش. وانا بصراحه يعني انا مش عارف ايه الفكره من ان اللعيبه اللي موجوده في معظم تشكيلاتنا كلها مره واحده ما تعملش اي حاجه الا كول بالمر. واعتقد ان كول بالمر الفرق الوحيد ان الناس متخزوقه فيه ان هي بقى في عشوائيه في الكابتنه. يعني انت خلاص صلاح ما لعبش، انا رحت كابتنت بالمر على طول. انا عارف ان دفاع توتنهام ملط، وكده كده كان عندهم اصابات كتيره في الدفاع، فمش هيقدموا بشكل كويس قصاد كل الزربيح ده. وغير كده كول بالمر كان ريسك شويه في انه ما بيعملش اي حاجه، بقى له جولتين 3 كده متداري، ما بيساهمش بشكل كويس وبيطلع بلانكات. فكان كابتنه نوعا ما ديفرنشال الجوله دي كمان، لان ناس كتيره قوي بعيدت عن صلاح. كل الناس بصت لماتش فولهام بتاع ساكا ان دفاعهم مش هيكون كويس. هو اي نعم اللي معاهم ساكا كان هيجيب جون وهيبقى موفق بالنسبه لهم، لكن حصل عدم توفيق في الفريق وتعادل 1-1. ده اللي فادني وفرق معايا في كابتنة بالمر للجوله 15. اخر ماتش معانا في الجوله 15 كان بين تشيلسي وتوتنهام يوم الاحد. لسه طبعا باقي ماتش، لكن ده اخر ماتش في حلقتنا النهارده. خلص 4-3. ماتش ممتع جدا 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 جدا. في الدقيقه 5 جون، في الدقيقه 17 جون. كل الكلام الجميل ده اللي معاهم كول بالمر طبعا روق عليهم ببلنتيين مره واحده، ما فهمش ازاي يعني. ده دليل على ان دفاع توتنهام حتى لو مركز
كوارث، فهو في كوارث دفاعيا عن ما كانت موجوده قبل كده، وزادت اكتر الفتره دي. اللي معاهم جاكسون يعني حاجه عدم التوفيق، يعني اللي معاهم نفس الكلام حد من توتنهام ايا كان هجوميا. عندك بقى بص مين، كلوزوفسكي عمل حاجه، ماديسون عمل حاجه، سون عمل حاجه، سولانكي عمل حاجه، جونسون عمل حاجه، وبيدرو بورو عمل حاجه. كل الهجوم بتاع توتنهام عمل حاجه في الماتش ده، وده يخلينا محتارين جدا في خياراتهم. يعني اللي معاه جونسون محتار ان هو يلعبه اساسي ولا لا، اللي معاه كلوزوفسكي نفس الكلام، اللي معاه سولانكي، اللي معاه اي حد من دول محتار جدا. يعني انا بصراحه كنت محتار ان انا العب اصلا بجونسون اساسي، لكن بعد كده هبدا افكر في ان انا اشركه اساسي. هجوم توتنهام مركز جدا ومستقر. ابتدى دومينيك سولانكي في انه يجيب جول، وابتدى ان هو يعني يرجع شويه، لكن برضو انا بصراحه مش مرتاح له ومش مرتاح لهجوم توتنهام الا في اتنين بس، وهو جونسون وكلوزوفسكي، وكلوزوفسكي اكتر والله. وغير كده انا مش مرتاح لهجوم توتنهام كله اصلا على بعضه. الفرقه كلها اصلا مش مفهومه. انا مش فاهم ايه اللي ممكن يستفادوا من توتنهام هجوميا او في فريقنا عموما في الفانتزي، انا ما اعرفش بصراحه. طيب دي كانت حلقه ملخص سريع للجوله ونصايح الجوله ومين اللعيبه اللي تركز عليها الفتره الجايه وتحط عينك عليها. اتكلمنا عن الماتشات كلها اللي حصلت وعدم التوفيق اللي كان موجود في الجوله 15. قولوا لي تحت في الكومنتات انت جبت كام نقطه قبل ماتش ويست هام وولفرهامبتون، او جبت كام حتى لو بتتفرج بعد الماتش. قول لي تحت سهمك اخضر ولا سهمك احمر. انا الحمد لله سهم اخضر، بس مش فرق كبير برضو، يعني انا لسه زي ما انا سهمي ما اتعدلش قوي يعني، بس اهو ادينا بنحاول، وان شاء الله مع اخر الموسم هنضرب فيه ال100,000 ان شاء الله ونلحق نعمل رانك كويس. زي ما قلنا الف مبروك للسوريين واخواتنا في سوريا وفي دمشق وفي حلب وفي كل مكان، وربنا يوفقنا كلنا ويوفق الامه الاسلاميه ويرحمنا برحمته هنا كمان، احنا كمان في مصر، وان شاء الله ربنا يستر علينا كلنا كمسلمين، وان شاء الله فلسطين حره وهتتحرر عن قريب ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده. كان معكم ملئين ومن قناه الأقرع. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.